السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو ياريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في مدينة الإسكندرية الجديدة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. من بداية الشقة كده نقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك للعروسين يا رب. هنا بقى من باب الشقة كده ظهرنا لباب الشقة، وقدامنا كده السفرة، وفي المقابل الركنة. ده كده كان شكل السقف والدلايات بتاعتها والنجف. فرشت لها المفرش الكبير كده على السفرة، وحطيت لها طبق الفاكهة ده. كان هنا جنب الباب كده البوفيه بالمراية بتاعته. عملت لها طقم الشمعدان عليه. وكانت ورا باب الشقة كده جزامة نظرة كده على الريسبشن كامل. بسم الله ما شاء الله. الركنة بتاعتها كانت كده حرف ال بلون الكافيه. هنا كانت الساعة اللي هي القطع دي، احنا علقناها كلها، بس كان فاضل العقارب اللي في النص دي كانت عايزة بس يتخرم لها في الحيطة. هنا كده كان شكل الستاير، وهنا ضربست الشاشة. حط لها الزرع الأخضر ده والنتيجة عليه، والشاشة كانت معلقة. هنا البوفيه بقى زي ما بقول لحضراتكم، بسم الله ما شاء الله. حطينا لها زرع على شكل بيانو كده على الجزامة. وحطينا لها مبخرة وفواحة برضو على البوفيه. تعالوا نشوف حطينا لها ايه في البوفيه. بسم الله ما شاء الله. حطينا لها طقم السفرة الكامل اللي هو الصيني الاتناشرات. وسحته لها كده على رفين. ظهرت كل حاجة في الرف اللي هو الزجاج الشفاف. ومن تحت كملت باقي الطقم زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك في بداية الفيديو كده. ولو عجبكم شغلي قولوا لي كومنت حلو يكبر بخاطري، ودعوا دعوة حلوة ليا وللعروسة. هنا بقى الجنب التاني حاطط لها الطقم الأكروبايركس بتاعها كده، جمعته لها في رف واحد. ما شاء الله. كان لونه جميل كده على بنكات. ومن تحت بقى حطت لها شنطة المعالق وشنطة السكاكين وطقم خشاف وكوبايات بقى ومجات وكده، حاجات زيادة على المطبخ وعلى النيش. جمعتها لها هنا في الجنب كده. ندخل بقى على الأنياش. كان الجزء ده عملنا فيه الكرسي ده بتاعها، وكانت مراية للتصوير. قطعتين النيش، وفي النص الستارة كده. بسم الله ما شاء الله. قطع النيش برضو كان فيها ليد كده مضيء. تعالوا نشوف عملنا لها ايه في الأنياش بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. عملت لها الجزء ده سيلفر كده. عملت لها من فوق طقم اللي هو الشاي والمية سيلفر، ومن تحت قارورة سيلفر. بسم الله ما شاء الله. والرف اللي بعده طقم كاسات RCR كده، وزعت معاه بعض الكوبايات. وهنا حطيت لها طقم الشاي والجاتو، كان باللون الأبيض والأسود لايق على السيلفر يعني. والجزء بقى اللي هو الخشبي ده اللي مش باين، عملت لها فيه بقى كوبايات زيادة وطقم شربات طقم جاتو. جمعت فيه يعني ما شاء الله كمية حلوة برضو متبقية معايا. الجزء التاني بقى عملته على جولد، جزء جولد وجزء سيلفر زي ما انتم متعودين. هنا بقى عملت لها الطقم الخشاف الجولد ده الكريستال. بسم الله ما شاء الله. وحط لها من تحت طقم كرورة كريستال برضو على جولد. وحطت لها هنا طقم كاسات RCR، وحطت معاها طقم كاسات فيه جولد. وهنا طقم الشاي والجاتو ده كان لايق معاهم جدا، حطيته كده من تحت. والضرفة برضو اللي هي الخشب من تحت جمعت لها فيها طقم الأكروبال كامل. اللهم بارك. كان برضو اللي هو الاتناشرات. ضغطته كده في الجزء ده عشان يعني عروستنا بنوتة واحدة يا جماعة. ربنا يسعدها يا رب ويصلح حالها. هنا بقى الغرفة دي غرفة الضيوف. كان فيها انتريه. كان ليها باب منفصل من بره. حطينا لها في الجزء ده جنب الستارة كده التلات ترابيزات دول، وزعت لها عليها الانتيكات. هنا كان الانتريه بتاعها
كده كان شكل الدلاية. الأنتريه مكون من كنبتين و2 كرسي فوتيه، حطيت لها على الترابيزة شايلة الكحك، وزعت لها بعض الأنتيكات كده على الترابيزات زي ما حضراتكم شايفين، والزرع الأخضر. اللهم بارك. كان برضو الألوان موحدة في الشقة كلها، الأنتريه نفس لون الركنة والستاير. هنا بقى الباب بتاع الشقة اللي هو من بره، وكانت الغرفة معاها حمام. كان ناقص بس شبابيك الحمامات والبيبان اللي هي الحمامات الألمونتال. يعني هي كانت جت واحنا طالعين. هنا بقى الغرفة اللي جنب الركنة دي غرفة الأطفال، ربنا يرزقها فيها الذرية الصالحة اللهم آمين. مكونة من 2 سرير والكومود، وكانت مراية معلقة كده مضيئة، والدولاب برضو التنجيد كان نفس اللون بتاع السرير، نفس لون الركنة من برا والأنتريه. الألوان كلها موحدة في الشقة، ونفس الستاير. اللهم بارك. هنا بقى بعض المفروشات قلت لكم بنوتة وحيدة. هتشوفوا أنا عملت ايه في الدولاب، حطيت فيه على قد ما أقدر، وحطيت في الدولاب الكبير. واللهم بارك كانت حاجاتها كتير، ربنا يا رب يسعدها. تعالوا نشوف عملنا لها ايه بقى في الدولاب. كان مكون من 3 ضرف كده. أول ضرفة كده عملناها لها الفوط، وزعناها كده زي ما حضراتكم شايفين، ومن تحت حطينا لها 3 كوفرتة اللي هي السلوكي، ودفايتين كده في الجنب. حطيت لها الكوفرتات بشكل يعني سهل علشان هي تستعملها. الناحية بقى اللي هو الضفة الأولى عملت لها ملايات سرير أطفال، ومعاها كده دفاية في الجنب. ومن تحت بقى المفروشات التقيلة بطاطين والحفا، عملت لها الضرفة دي على بينك. جمعت لها فيها كل الحاجات اللي ألوانها متناسقة من بعضها. بسم الله ما شاء الله. الضرفة التانية بقى عملتها لها على كوفيهات، برضو جمعت لها فيها كل الألوان المتناسقة مع بعضها. حطيت لها كده الملايات من فوق برضو دفاية نفس الشكل اللي هناك. وحطيت لها هنا بقى البطاطين بقى والدفايات والمفارش اللطيفة وكده، كله نفس اللون. بسم الله ما شاء الله. قولوا رأيكم بقى في تنسيقي في الألوان وشكل الدولاب، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتشيروا الفيديو كتير عشان إن شاء الله اللي جاي هيعجبكم، وتشجعوني علشان ما اقعدش اتأخر عليكم في التنزيل. إن شاء الله هنرجع بقوة، بس دعواتكم. هنا بقى الجزء التاني بقى من الشقة اللي هو ورا الستارة ده مطبخ وحمام وغرفة النوم الماستر. كان في الطرقة كده الديب فريزر بتاعها مكانش له مكان، حطينا كده كده الطرقة حلوة يعني مساحتها حلوة. هنا بقى غرفة النوم الكبيرة بسم الله ما شاء الله. اطلعلكوا برا بس عشان تفهموا. هنا اللهم بارك، برضو نفس الألوان كانت طاغية في الشقة كلها. ده كده كان شكل الدلاية كانت جميلة، بس أنا بصورلكوا بس بالإضاءة الخفيفة وبعدين هننور. التسريحة برضو كان فيها لد كده ما شاء الله. تعالوا نشوف بقى التفاصيل مع بعض. اللهم بارك. حطينا لها البوكيه كده ومنديل كاتب الكتاب، وحطينا لها مصحف. ربنا يبارك لها يا رب في حياتها وفي زوجها وفي شقتها وفي حاجتها، اللهم آمين. هنا كان شكل السرير، كان المفرش بتاعها برضو على كافيه. هنا بقى وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ربنا يجعل حياتهم كلها بركة اللهم آمين. ربنا يسعدها يا رب. هنا عملت لها البصمة كده على الكومود اللي جوه. تعالوا نشوف وزعنا لها الميك اب بتاعها ازاي. حطينا الصينية دي وحطينا لها عليها البرفان والبادي السبلاش بتاعها، جمعتهم لها كده. وهنا المراية دي، وكان منظم ميك اب وزعت لها فيه الميك اب كده زي ما حضراتكم شايفين. كانت الدنيا هادية كده، هو بس المنظم. هنا بقى الدرج بتاع الميك اب، وزعت لها فيه باقي الميك اب بتاعها عشان الدنيا تبقى هادية على التسريحة، زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله.
ويبقى برضو الدرج كده قريب لإيديها. وهنا بقى برضو باقي الحاجات بتاعتها، الزيوت والكريمات والحاجات دي. الدرج بقى التاني ده عملت لها التوك والفرش بتاعتها، وزعت لها بقى حاجاتها بقى الخاصة بيها. وفي الأدراج اللي هي التانية دي بحب التسريحة اللي بيبقى فيها أدراج كتير، ينفعني وبحط كل حاجة بأريحية. هنا كان البوكس بتاع الهدية بتاعتها حطولها كده في جنب. تعالوا نشوف بقى محتويات الدولاب الكبير. بسم الله ما شاء الله. هنا كان اللبس الخروج بتاعها متعلق، وسيبنا الرف ده للعريس كده زي ما حضراتكم شايفين. ومن تحت حطينا لها شنط الخروج بتاعتها عشان ما كانش معانا مكان يعني، فحطيناها تحت لبس الخروج كده. الضرفة التانية بقى لللبس المطبق بتاع اللي هو اللبس البيتي ما شاء الله. رفعنا لها الشتوي من فوق، كنا برضو في موسم الصيف، كانت تلبس صيفي يعني. وحطينا لها بقى اللبس بتاعها الصيفي من تحت. من فوق كده كانت عبيان، وهنا الترنجة بتاعتها والدفايات. تحت بقى اللبس الصيفي بتاعها، كل قسم كده مع بعضه. ورأيكم في تنظيم الدولاب. هنا حطيت لها عملية السر الكبير ودفايات وكوفرتات كده وبعض الفوط لاستعمالها. وحط لها من تحت برضو دفاية للسر الكبير علشان يعني تبقى قريبة لإيديها لو احتاجتها. كل حاجة هتبقى معاها في الغرفة. قولوا لي بقى لحد هنا الشغل في الشقة عجبكم ولا لأ، واستاهل اللايك ولا لأ. وربنا يبارك لكم يا رب، ويرزق كل واحدة وكل واحد بزوج صالح وزوجة صالحة، ويعين كل حد عنده عروسة. ربنا يا رب يصلح حالكم وحالنا وحال المسلمين جميعا. بسم الله ما شاء الله. هسيب لكم لينك التواصل في صندوق الوصف أو التعليق مثبت، وهسيب لكم الرقم على الشاشة. أي استفسار أنا تحت أمركم. إن شاء الله نازلين بموسم جامد وأسعار مش عند أي حد. هنا الحمام اللي هو الكبير بتاعها، كان فيه وحدات كده أدراك وزعنا لها فيها كل الحاجات بتاعتها الخاصة. كان برضو الحمام ده ناقصه الشباك والباب زي ما قلت لحضراتكم. تعالوا نشوف بقى محتويات المطبخ مع بعض. هنا اللهم بارك كان في الدخلة كده الكولدير، وفي المقابل كانت التلاجة بتاعتها، والبوتاجاز كده جنب البلكونة. الطرفة دي كانت عالية ومش عارفة أقفلها. هنا كان ناقص قطعة من المطبخ هتتعلق، والرخامة برضو كانت جت واحنا ماشيين مع الحاجة. عملت لها هنا بقى الطرفة دي لسه هيخفوها برضو للضرفة اللي فوق، هنسيبها لها للخزين، ومن تحت علب التلاجة وعلب الخزين. هنا بقى الطرفة اللي فوق التلاجة حطينا لها فيها حافظ الطعام والمكانات اللي هي الزيادة اللي مش هستعملها دايما، حاجات الرحلات يعني. رفعتها لها كده من فوق. حاولت يعني على قد ما اقدر عشان الحاجة تاخد، لان اللهم بارك كانت حاجتها كتير، والضلف يعني مكانتش كتير معانا قوي. هنا الغسالة بتاعتها كانت LG، عملت لها حمل السكاكين بس على الرخامة بتاعة الحوض. وهنا كان الميكرويف بتاعها والتوستر. الضرفة دي كانت عاملاها بقى للأجهزة. حطيت لها الكبة اليدوية ومكانة التقطيع وحلة الرز دي. وهنا كان خلاط ومفرمة. بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو كانت الخلاط التاني والكبة والهاند بلندر. حطيت لها يعني الرف ده في مستوى استعمالها. وكان في فيش وراهم. وهنا الاير فراير واللي هي الطاسة بالكهرباء دي. ومن تحت بقى كان العجان. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيها يا رب وسعدها. حطينا لها التوستر من هنا بقى. الضرفة دي عملتها لها زي نيش مطبخ، جمعت لها فيها كل الكاسات بتاعتها وطقم شربات. ومن تحت برضو طقم شربات وبعض الكاسات. بسم الله ما شاء الله. ومن هنا بقى كان من فوق الطواجن الفخار، وطقم تلاجة ستيل كده. وحطيت برضو مع بعض الكوبايات، وزعتهم كده.
هنا بقى عملت لها الضرفة دي للمجات، كل المجات القابل ومجات الإزاز والصيني والكوبايات اللي هي الهوت شوكليت دي والحاجات السخنة والباردة. وهنا الضرفة دي من فوق عملتها لها البايركس والبورسلين، ومن تحت بقى الضرفة دي عملتها لكل المقالي والصواني والطواجن قريبة للبوتاجاز. الضرفة بقى اللي تحت حطيت لها فيها ألمونيوم، وبعض الصواني برضو الزيادة بتاعت الكيك وكده، كسرونات وصواني بقى من فوق، ومن تحت الطقم الحلل. هي كانتش بتتفتح كويس كده من البوتاجاز، فحطت يعني هي مش هتستعمل الألمونيوم، فحطيت لها الضرفة دي، وسبت بقى الضرفة اللي هي تعرف تستعملها، حط لها فيها الحاجات اللي هي تستعملها، طقم جرانيت وطقم تيفال، ومن تحت طقم الستيل. ووزعت بقى البراريد واللبانات والكنب وكل حاجة. حاولت يعني ألم كل حاجة في الظرف دي زي ما حضراتكم شايفين كده. الرفوف دي كانت حطت لها المنظفات بتاعتها، ومن تحت نحط بقى بعض البلاستيكات والباسكت. الضرفة دي حطيت فيها الصواني الألمونيوم الكبيرة اللي مدخلتش في الظرف، وصواني تقديم. هنا كان التربو بتاعها. من فوق برضو الضرفة دي عملت لها يعني الحاجات اللي هي تستعملها للعملية، كان بإيديها كده شوبات بقى وكوبايات وكوبايات برضو مجات قابل زي انتي بيها كده. هنا الرشاقة حطيت لها الطقم البورسلين بتاعها وكوباية مية وشاي وقهوة استعمالها اليومي. والضرفة دي بقى جمعت فيها كل الكوبايات الزيادة والمجات بتاعة الشوربة وكده. ما شاء الله اللهم بارك. ده كان شكل السجادة. تعالوا نشوف بقى الرفايع بتاعتها نعملها ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده كل حاجة منظمة، كانت جايبة المنظم ده، والدرج التاني عملت له الحاجات الحادة زي ما انتم متعودين مني، كل درج فيه قسم معين. هنا بقى حاجات الحلويات والرفايع الزيادة، بسم الله ما شاء الله. هنا كانت الصواني بتاعتها والشنطة السوق والكلام ده، كان كله برضه هيطلع في البلكونة، بس لما بقى الشباك كان يركب والكلام ده. بسم الله ما شاء الله. كده الشقة معانا خلصت والفيديو كمان خلص. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في لايكات كتير كتير عشان اعرف ان الفيديو عجبكم، وكومنتات حلوة تكبر بخاطري وخاطر العروسة، وادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، وربنا يا رب يسعدها ويسعد عرايسنا كلهم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقة عروسة جديدة. متنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل عام وحضراتكم بخير بقدوم شهر رمضان المبارك. ربنا يعاد على المسلمين بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله.